مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ من يومين طلع علينا الاستاذ هاني حتحوت الاعلامي في قناة المحور، وكان بيتكلم على موضوع تهنئة خالد عبد الفتاح لمروان حمدي و ولقيته بيدخل مواضيع في بعضها كده عشان خاطر يثبت وجهة نظره ان هو صح، وان خالد عبد الفتاح عمل الصح وان هم اخوات وبتاع والكلام ده. يعني مبدئيا بصرف النظر يا استاذ حتحوت عن الكلام اللي انت قلته ان هم اخوات واصحاب ومش عارف ايه والكلام ده، الموضوع ده كان ممكن يتم بمكالمة تليفون. يعني مش لازم ان انت عارف يعني ان في مشاكل بين اللاعب ده وجمهور الاهلي، وحصل ان هو اللاعب غلط في جمهور الاهلي وانت لاعب في النادي الاهلي، فما كانش ينفع ان انت تشعل الدنيا وتطلع تهنيه كده على الملأ. وكان ممكن انت تخلص الموضوع ده بمكالمة تليفون زي ما هو مروان حمدي قال له، وتثير الجدل وبتاع وتقوم الجمهور عليك وكده يعني. فكابتن حتحوت، او المدعو حتحوت، بلاش كابتن عشان هو ما لعبش كورة يعني. فقال ايه بقى؟ قال لك هو انتوا ازاي جمهور الاهلي يسامح امام عاشور بعد ما غلط في حق الاهلي ورموزه وجمهور الاهلي، ومش عايزين تسامحوا مروان حمدي؟ لا يعني هما يعني لازم بص ان احنا نفرق بين الواقعتين وما نحشرش اي كلام كده هتحوت في النص، عشان اللي انت بتقوله ده تدليس، ده اسمه تدليس وكذب. وانت المفروض كراجل اعلامي بتتكلم في قناة المحور، قناة خاصة، فانت برضو ما بتتكلمش في قناة فئوية بتاعت الزمالك عشان تقول الكلام ده. انت ممكن تروح تقوله في قناة الزمالك، هما بيحبوا الحاجات دي، لكن في قناة فئوية بيتابعها الناس بمختلف انتماءاتهم، أهلوية زملكاوية اسماعيلاوية وي وي وي، فما ينفعش تطلع تدلس في الكلام وتقول كلام ما حصلش. مروان حمدي لما غلط طلع اعتذر وكل حاجة، لكن ما صدرش ضده عقوبة. فده اللي مزعل جمهور الأهلي، ان هو ما حصلش ضده عقوبة. فلما طلع اعتذر خوفا من ان هو يتعاقب. تمام. ومفروض ان لجنة الانضباط اصدرت عقوبة ضده، لكن اتحاد الكورة برئاسة المدعو جمال علام، واللي انا بشوفه ده ما ينفعش رئيس اتحاد كورة، ده اخره بتاع مخلل. ومعرفش ازاي الناس دي فضلت ماسكة الرياضة في مصر بقالها سنين، بس ده مش موضوعنا يعني. ما صدر مرضيش يخلي العقوبة تتم عليه. ما اصدرش بعد ما لجنة الانضباط قررت العقوبة وحولتها لاتحاد الكورة، مفيش حد عاجبه، مفيش حد عمل العقوبة عليه. فده اللي مزعل جمهور الاهلي، ان هو طلع اعتذر عشان خاطر خوف ان هو يتعاقب. على النقيض التاني بقى، لما حصل ان امام عاشور غلط في حق جمهور الاهلي والنادي الاهلي ورموزه، طلع اعتذر عشان كده الجمهور سامحه. امام عاشور طلع اعتذر عشان كده الجمهور سامحه. امام عاشور طلع اعتذر عشان كده الجمهور سامحه. انت بقى كنت بتقول ان امام عاشور ما طلعش اعتذر رسمي. يعني ايه وجهة نظرك في الاعتذار الرسمي؟ يعني انت ازاي شايف الاعتذار الرسمي ممكن يتم يعني وما نزلش بيان؟ هو لعيب الكوره لازم ينزل بقى، هو شغال ايه مثلا عشان ينزل بيان يقول ان هو انا بتأسف فيه وبتاع والكلام ده؟ يعني احنا محتاجينك تفهمنا النقطة دي يعني. امام عاشور لما غلط اتعاقب، اتوقف 12 ماتش ودفع مبلغ مالي كعقوبة ليه، برغم ان نادي الزمالك ما عاقبوش. يعني النادي بتاعه نفسه اللي غلط جواه عشان خاطره ما عاقبوش. ليه؟ لان نادي الزمالك بيحب الكلام ده وجمهوره بيعشق الكلام ده. اي حد بيغلط في الاهلي او يجيب سيرة الاهلي بالوحش، جمهور الزمالك بيشيله على عينيه فوق راسه، لان هم بيحبوا الكلام ده قوي وبيحبوا اللعيب اللي بيعمل كده قوي. وده باين طبعا بعد ما امام عمل الكلام ده. طبعا كلنا شفنا جمهور الزمالك عمل ايه والزيطه اللي زاطها بس الراجل طلع اعتذر اكتر من 3-4 مرات،
واتغرم 200,000 جنيه وتعاقب 12 ماتش. لكن مروان حمدي لحد دلوقتي ما العقوبة ما اتطبقتش عليه. ليه بقى ما اتطبقتش عليه؟ يا ريت حضرتك بدل ما تشغل نفسك امام عمل ايه ومروان حمدي اعتذر ولا ما اعتذرش، المفروض ان انت تشغل نفسك كاعلامي ازاي العقوبه ما اتطبقتش عليه. يعني المفروض ان حضرتك ترفع سماعه التليفون كده وتكلم الاستاذ جمال علام وتقول له حضرتك كرئيس اتحاد كوره ازاي ما طبقتش العقوبه على لعيب اهان جماهير كيان عظيم زي النادي الاهلي. ده المفروض اللي يحصل. لكن انت طبعا مش مهتم بالحاجات دي، انت مهتم بحاجات تانية كمنتمي لنادي الزمالك. فانت بتدور دايما على اللي يخص ناديك، وان انت تضحك الجمهور الزملكاوي الابيض على اي ترند وخلاص، وتطلع تاخد فلوس على قفا الناس بشوية كلام بيتقال تدليس ما ملوش اي اساس من الصحة. يعني في ناس كتير ردت عليك ومنهم محمد فارس، وجاب لك بالوقائع كمان امام عاشور طلع اعتذر امتى، وانت حتى ما ردتش عشان انت عارف ان انت كذاب ومدلس، وطبعا مالكش وش تطلع تتكلم. بس انت بس فرحت ان انت رميت الكلمتين واختفيت بعدها. محمد فارس قال لك ايه بقى؟ قال لك ان لجنة الانضباط في 13 ابريل 2021 وقفت امام عاشور 12 ماتش وغرمته 200,000 جنيه. ده اول حاجة. امام عاشور اعتذر للاهلي بعدها مع سيف زاهر في 26 اغسطس 2021، وكان ساعتها بيلعب في الزمالك على فكرة. يعني كان ساعتها بيلعب في الزمالك، النادي المفروض ان هو كان يعاقبه وما عاقبوش، وطلع اعتذر للنادي الاهلي ساعتها وقال بعتذر عن اي حاجة حصلت مني، وبوعد كل الناس ان هي هتشوف امام عاشور مختلف الفترة اللي جاية. دي اول واقعة. تاني واقعة، امام عاشور برضو طلع اعتذر للنادي الاهلي، كان وقتها يوم 8 فبراير 2022، وهو برضو كان بيلعب في نادي الزمالك، كان لسه مع ميدو. كان طلع ساعتها مع ميدو في قناة المحور وقال بعتذر للنادي الاهلي وجمهوره على اللي حصل مني واتعلمت من اخطائي. حلو الكلام. تالت مرة طلع وهو ساعتها بقى مع رامز جلال، كان في رمضان في 31 مارس 23، وهو كان في ميتلاند. يعني هو محترف راح ميتلاند بعد ما حكى طبعا اللي حصل معاه من نادي الزمالك ساعتها ومرتضى منصور ان هم قرروا ان هم يبيعوه لميتلاند. وساعتها طلع بعدها في البرنامج مع رامز جلال وقال انا بعتذر للكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، وبعتذر لوليد سليمان وجمهور النادي الاهلي على اللي حصل مني. ما شفتش الكلام ده؟ انت ما بتشوفش الكلام ده هتحط؟ انت ما بتتفرجش على تلفزيون في رمضان؟ بتتفرجش طيب على برامج صحابك؟ ما بتتفرجش انت؟ ها؟ انت بس مشغول بالنادي الاهلي وجمهوره، وامام قال وامام ما قالش. طلع برضو امام عاشور برضو بعدها بعد ما خلص موضوع رامز وبتاع والكلام ده، طلع برضو في حوار مع مذيعة في القناة الاولى، وسألته السؤال برضو انت غلطت في رموز النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وساعتها طلع قال لها انا اتأسفت كذا مرة وانا اسف وبعتذر تاني، وان اهلي زعلانين مني بسبب اللي انا عملته ومش عارف ايه والكلام ده. امام عاشور راح المستشفى لمحمد عبد المنعم لما اتصاب. امام عاشور اتصلوا بعت رسائل بعد الوقائع اللي حصلت دي للناس اللي غلط فيهم، وبيعتذر في الرسائل دي. فان انت تيجي تقارن موقف مروان حمدي بموقف امام عاشور، ده قمة التدليس بصراحة. ده بصراحة قمة التدليس. يعني ما ينفعش تقارن الموقفين ببعض خالص. يعني موقف لعيب اعتذر عن اللي هو عمله قبل ما يتعاقب وبعد ما يتعاقب، بواحد تاني طلع اصلا اعتذر عشان هو يتعاقب، وبرغم كده الاستاذ جمال علام ما عاقبوش. يعني اتحاد الكوره ما عاقبوش بعد ما لجنه الانضباط قررت العقوبه بتاعته، ما تعاقبش. ما طلعتش اتكلمت على الكلام ده ليه؟ ولا هو لازم نقارن امام عاشور ونحط ونعمل مشكله لامام عاشور مع جمهور الاهلي وخلاص؟ لازم نقعد ناخد الترند ونجيب لايكات وفولوهات وفلوس على قفا الناس اللي بتتفرج علينا؟ ليه ما نطلعش نقدم محتوى جميل الناس تتفرج عليه تبقى مبسوطه وشايفانا كده بتبقى مستمتعه وهي بتتفرج علينا؟ ليه ما تتعلمش من قناه الاهلي؟
ليه ما تتعلمش من كابتنك احمد شوبير بيطلع يتكلم ازاي؟ راجل لابق بيطلع بيقدم برنامج، بيقدم محتوى. صح ولا ايه؟ ولا انت بتشوفش الكلام ده حتحوت؟ شركة المتحدة خسرت احمد شوبير. النادي الاهلي وقناته كسبوا احمد شوبير. النادي الاهلي بعد ما قناه ما حدش كان بيتفرج على القناه بتاعته من جمهور الاهلي، دلوقتي الناس جمهور الاهلي كله بيتفرج على قناه الاهلي عشان خاطر الكابتن احمد شوبير. ودي حقيقه، انا كواحد من اهلاوي صميم جدا ما كنتش بتفرج على قناه النادي الاهلي، بس ابتديت ارجع اتفرج عليها تاني عشان خاطر الكابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير عامل طفره في النادي الاهلي لا تعقل، حاجه ملهاش مثيل ولا حل. تعال اطلع اتفرج كده للناس اللي بيطلعوا معاه في البرامج في قناه الاهلي، سواء كانوا بيقدموا برامج قبل كده، محمد فارس ولا اسامه لما بيطلعوا يتكلموا مع كابتن شوبير في برنامج حارس الاهلي، او كانوا بيطلعوا يقدموا برنامج خط احمر، بيطلعوا يتكلموا ازاي؟ بيتكلموا بوقائع ومستندات، حاجات تثبت، مش اي كلام في الهلولي اطلع اقوله. انت كده مش اعلامي، صدقني انت كده مش اعلامي. اللي بيعمل الكلام اللي زيك اللي انت بتقدمه ده، انت وخالد الغندور، انتوا ناس مش اعلاميين. احنا حقيقه احنا كرهناكم، اقسم بالله. انتوا اكبر ناس، وابراهيم عبد الجواد كمان معاكم، انتوا اكتر ناس مثيره للفتنه في مصر. يعني عايزين توصلوا الناس لايه؟ ما كفايه اللي حصل قبل كده في الكوره، كفايه القديم اللي حصل. خلونا بقى نعيش حياه جديده بقى ونضيفه، واجلنا بقى اتحاد كوره جديد بهنا بريده، مع ان انا واثق مليون في الميه ان هو ما فيش حاجه هتتغير، وهي الوشوش، وهي يعني الناس الكاركتر مش لازم تبقى هي انت فاهم، مش لازم تبقى هي الناس هي بشكلها يعني، بس الطرق اللي هيمشي عليها اتحاد الكوره مش هتختلف عن اللي قبله. ف عايزين نشوف بقى حاجات جديدة، حاجات نضيفة، نتفرج على التلفزيون واحنا مبسوطين، مش نشوف الناس اللي زيكم. بصراحة يعني انا نفسي الرقابة الاعلامية عندنا في مصر تخلصنا منك انت وخالد الغندور وابراهيم عبد الجواد. بصراحة انتوا اكتر ناس مستفزة في الوسط الرياضي بتطلع على التلفزيون. يعني انا ما شفتش ناس زيكم. عندكم حاجة اسمها عشق الترند، وعشق الفلوس، وعشق الكذب والتدليس، وعشق الإثارة للفتنة. انتوا ازاي كده؟ ازاي كده؟ يا جدع انتوا ما بتخافوش ربنا؟ ما بتخافش لما انت ممكن تموت في اي لحظة؟ ما بتخافش انت لما تموت كده ربنا وتنزل التربة كده وربنا يسألك انت ايه اللي انت قدمته؟ انت كإعلامي بتطلع في التلفزيون بتقدم ايه للناس؟ كنت هتقول له ايه؟ هتجاوب عليه تقول له ايه؟ انا كنت بثير الفتنه في مصر، كنت بقلب الجماهير على بعض، كنت بضحك الجمهور على بعض. ما انت خلي بالك الكومنت، يعني انت لما بتشير فيديوهات ولا بتعمل برنامج مثلا والناس بتتكلم عليه على السوشيال ميديا، بيذكروا الكلام اللي انت قلته، ففي ناس طبعا دمها بيغلي من الكلام اللي انت بتقوله واللي بتردده الناس التانية على السوشيال ميديا، فبيضطروا ان هم يخشوا يشتموا بعض ويعملوا حاجات مش لطيفة. انت ده هتتحاسب عليه. ما بتخافش انت تحاسب على الكلام ده؟ يعني بصراحة انا ما اعرفش انتوا ازاي كده. يعني انا بتمنى ان ربنا يخلصنا منكم على خير يا رب، عشان ما هتحصل كارثة تانية بسببكم. ولازم اقسم بالله لازم الناس في الدولة تفوق للناس اللي زيكم. انتوا ناس غير طبيعية وناس لا تطاق. يعني استقيموا ويرحمكم الله، عشان احنا قرفنا كفاية اللي احنا عشناه قبل كده. عايزين بقى نشوف دوري جديد وكرة نضيفة واعلام نضيف. خلاص بقى، وبعدين انت راجل كبير بقى، اكبر بقى.